السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة انجلش كوميونيتي مع مستر عبد الفتاح، ويلا بينا مع الدرس الجديد. عمرك تخيلت إن ممكن يبقى جملة بسيطة تقدر تتكلم بيها عن مواقف مستحيلة أو ندم على الماضي؟ النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم عن واحد من أهم أجزاء الجرامر في اللغة الإنجليزية، اللي هي السكند والثيرد كونديشنال. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على الحالة الصفرية والحالة الأولى. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على الحالة التانية والحالة التالتة من حالات اف الشرطية، اللي من خلالهم هنقدر نعبر عن مواقف مش حقيقية في الحاضر، وأحداث في الماضي بنندم عليها أو بنتخيل نتيجتها كانت مختلفة. الدرس ده إن شاء الله هيفتح لك بيبان كتير جدا في التعبير والتحدث بشكل أقوى بكتير جدا. فيلا بينا كده نبدأ ونفهمه بطريقة سهلة إن شاء الله وتكون بسيطة علينا جميعا. الحالة التانية دي بتتكون من if أو unless، بيجي بعديها ماضي بسيط والجملة التانية would زائد المصدر، أو could زائد المصدر، أو might زائد المصدر. بتستخدم للتعبير عن مواقف تخيلية، صحيح ممكن تخيلية، ولكن إلى حد ما ممكن بنسبة 40% تكون ممكنة. If he trained hard، لو كان اتدرب كويس، he would win the match، كان ممكن يفوز بالماتش. فده معناها إن هو كان ممكن بنسبة 40%، لأنها كانت مواقف تخيلية بالفعل أصلا خلاص حصلت، ولكن كان من الممكن حدوثها. تمام. هنا مثلا بيقولك if he were taller he would be good at basketball. لو كان الولد ده أو الشخص ده طويل شوية، ده معناه إن هو كان هيبقى لاعب كويس جدا في الباسكت بول. فده معناها إن هو حاليا وهو وقت الكلام ما كانش طويل دلوقتي. تمام. وزي ما انتم شايفين كده هي جه بعديها وير، لأن وير بتستخدم مع المفرد في حالة النصيحة أو التخيل في الحالة دي بس، اللي هو if I were you لو كنت مكانك. الجملة التانية بتبقى I would زائد المصدر. ناخد بالنا برضو إن في أفعال في الماضي بتستخدم حالة تانية لو الفاعل مفرد. إحنا عارفين طبعا كلمة cut أو put أو hit أو shot أو read، دي أصلا كده كده هي تصريف تاني للفعل. تمام. فممكن مثلا نقول if he read more books، لو هو قرأ كتب أكتر he would learn a lot. بيبقى برضو بيجي بعديها would زائد المصدر. ليه؟ لأن أصلا كلمة read هي في التصريف التاني، فده معناها إن if جه بعدها ماضي بسيط، يبقى الجملة التانية would زائد المصدر. يبقى كده بنقول إن الحالة التانية هي حالة في مواقف تخيلية بنسبة 40%. تمام. التكوين بتاعها بيتكون من if ماضي بسيط والجملة التانية would زائد المصدر. خلاص كده. طيب نخش بقى على الحالة الأخيرة، هي الحالة التالتة، وبتتكون من if فاعل ماضي تام اللي هو had زائد البي بي. الجملة التانية بتبقى فاعل would have زائد البي بي، أو could have زائد البي بي، أو might have زائد البي بي. هنا مثلا بيقول لي if he had won the competition he would have got. أنا بالنسبة لي لقيت had زائد البي بي، هتبقى الجملة التانية would have زائد البي بي. تستخدم الحالة الشرطية الثالثة إمتى؟ شيء حدث في الماضي ومن المستحيل تغييره. للأسف خلاص الموضوع حصل وانتهى ومش هينفع نغيره. اللي احنا قلناها كده بنسبة 0% تحقيق. تمام؟ لو هنقول مثلا الحالة الصفرية بنسبة 100%، الحالة الأولى بنسبة 80%، الحالة الثانية بنسبة 40%، إنما الحالة الثالثة هي للأسف بنسبة 0% مستحيل تغييره. بتتكون من had زائد البي بي، الجملة التانية بتبقى would have زائد البي بي مع if. تمام. خد بالكم بس ان if لو جه بعدها had زائد الاسم هتبقى الجملة التانية would زائد المصدر، ولو جه بعدها had to زائد المصدر هيبقى الجملة التانية would زائد المصدر. تمام. عشان دي بتبقى مهمة قوي. انا ممكن الاقي had اروح على طول مختار would have، لا، ناخد بالنا من اللي بعد had. لو had بعدها اسم فده معناها انها كده ماضي بسيط، فساعتها نختار would زائد المصدر. نفس الكلام had to ده معناها ان هي قاعدة يجب ان للضرورة، ساعتها هناخد would زائد المصدر. تمام. انما لو جه بعد if ماضي بسيط ممكن يجي بعديها would have زائد الاسم، او would have to زائد الاسم. تمام. طب راجعوا معايا سريعا كده. احنا قلنا الحالة الثالثة بتتكون من ايه؟ بتتكون من if ماضي تام والجملة الثانية would have زائد البي بي. مين هو الماضي التام؟ الماضي التام ده had زائد التصريف الثالث للفعل. طب انا لو لقيت had زائد الاسم لا، يبقى كده مش تبع القاعدة. طب لو لقيت had to زائد المصدر برضو مش تبع القاعدة. طيب لو لقيت جملة ماضي بسيط يبقى الجملة الثانية ايه؟ would have زائد الاسم
أو would have to زائد الاسم أو المصدر سوري، فده معناها إن هو برضه خرج من فين؟ خرج عن القاعدة الأساسية، ودي تركاية مهمة جدًا، جدًا. خلاص؟ إمتى بقى نحذف if؟ ممكن أولًا في عندنا بديل من بدائل if اسمها in case. in case ممكن إن هي if، يعني كلمة in case يعني في حالة، وكلمة if تمام هي في حالة أو لو. ممكن نحذفها عادي جدًا، بس ناخد بالنا من المعنى هيتغير. عندي مثلًا I will stay at home if it rains، يعني بيقول لي أنا هاقعد في المنزل لأن المطر بيمطر، تمام؟ فده معناه إن أنا قاعد بسبب المطر. إنما لو قلت I will stay at home in case it rains، ده معناها سنقوم بشيء ما تحسبًا لحدوث شيء معين. ده معناه أصلًا إن المطرة ما مطرتش. تمام؟ فلما المطرة ما مطرتش فأنا هاقعد في البيت ممكن المطرة تمطر، فاستخدمت in case. إنما لو هاستخدم if فده معناها إن المطرة مطرت بالفعل. عندنا بقى حالات حذف الإف. في الحالة الأولى ممكن نحذف إف ونحط مكانها should زائد المصدر، وفي الحالة التانية ممكن نحذف إف ونحط مكانها where لما يجي بعدها الفاعل على طول. يعني مثلا if I were you، تمام هنا جاب لي where بعدها فاعل، ممكن نحذف إف خالص ونخليها where are you. where are you. طيب عندنا برضو في الحالة التالتة ممكن نحذف اف ونحط مكانها هاد فاعل زائد البي بي. بدل ما فاعل هاد زائد البي بي، لا هنا مثلا بيقول لي if he had، جاب لي اف بعد كده الفاعل بعد كده هاد. امتى بقى احذفها؟ ممكن يبقى هاد فاعل زائد البي بي، تمام. ساعتها ممكن عادي جدا نحذف اف خالص ونكمل الجملة عادي جدا، بس ناخد بالنا ان هي بدل ما هي هاد هتبقى هاد هي. تمام. طيب كده احنا خلصنا الاربع اربع حالات من حالات اف، الصفريه والاولى والثانيه والثالثه، وبكده ان شاء الله خلصناهم بشكل كامل. دلوقتي احنا بقى عندك طريقه جديده تعبر بيها عن الخيال والندم والمواقف الغير حقيقيه بشكل احترافي. لو انا متاكد استخدم الصفريه، مش متاكد قوي فممكن استخدم الاولى، مش متاكد بنسبه 40% هنستخدم الثانيه، مش متاكد خالص ممكن استخدم اللي هي الثالثه. عايزين بقى ان شاء الله نطبق بنفسنا على امثله مختلفه، لان الممارسه هي سر الاتقان. ولو في اي جزء محتاج توضيح معلش اكتبوا لي بس في الكومنتات وانا هشرحه لكم مره تانية. كان معكم مستر عبد الفتاح من انجلش كوميونتي، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.